خناقات في حياة محمد سامي لاجل عيون مي عمر، يا ترى ايه اللي حصل؟ الخناقة الأولى هي خناقة محمد سامي مع نسرين أمين، ودي تعتبر أول خناقة صريحة ظهرت للنور. اللي حصل إن في مسلسل الأسطورة للنجم محمد رمضان، وتحديدا سنة 2016، كانت مي عمر هي شاه البنت اللي متشحتفة على محمد رمضان اللي هو ناصر يعني في المسلسل. في الحقيقة إن الناس حبتها في المسلسل واتعلقت بيها وتعاطفت معاه، لكن في المقابل كان في نجمات تانية كتير، منهم النجمة نسرين أمين، واللي هي كانت أخت ناصر الدسوقي، واللي راحت اتجوزت من عيلة رغم عداوتها مع عيلتها. بس نقول إيه، الحب كان ليه رأي تاني، أو بمعنى أدق جوزها كان عينه على حاجة تانية. المهم إن بعد النجاح الرهيب اللي المسلسل حققه، اتفاجئنا كلنا بظهور نسرين أمين للإعلام والصحافة باتهامها للمخرج محمد سامي بإنه قلل من دورها وحذف مشاهد كتير ليها لأجل عيون مي عمر عشان تظهر أكتر وتعلم مع الناس بشكل أوضح. طبعا التصريحات دي قلبت الدنيا، وكلنا عارفين إن محمد سامي ما بيسكتش لحد، فرد على نسرين أمين وقال إنها فاكرة نفسها نجمة، بس هي هتفضل طول عمرها ممثلة درجة 5، لأن دي إمكانياتها وربنا خلق كل فنان عنده مستوى من الموهبة. رد قاسي جدا من محمد سامي. طبعا نسرين ما سكتتش وقالت على تويتر: الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور، الحمد لله على نعمة القبول، والحمد لله على نعمة الشكل الجميل. الشكل الجميل نسبي وأذواق، الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النظيف الخالي من أي بلطجة أو قضايا مريبة، الحمد لله على نعمة الموهبة اللي الجمهور بس هو اللي يحكم عليها، عشان مش عايزة حد يزعل مني. الخناقة التانية، الخناقة دي كانت من نصيب ياسمين صبري، وكانت في نفس المسلسل لمحمد رمضان. ياسمين كانت وقتها طالعة بدور تمارة، البنت اللي ناصر وقع في حبها، وبسبب رفض أهلها ليه ودعم تبرر قرارهم قرر إنه ينتقم ويبقى غني لدرجة تندمها إنها سابته. طبعا كل ده حصل بطريقة غير مشروعة، ورجع ناصر بعد ما جمع كل الفلوس اللي كان بيحلم بيها وفعلا اتجوز أخت جوز تمارة اللي هو طارق، وبدأ يندم ياسمين أو تمارة على فكرة إنها تخلت عنه. وده كله حصل، لكن فضل حب تمارة جوه قلب ناصر. المهم إن بعد كل النجاح اللي قدرت ياسمين تحققه في المسلسل، خرجت للصحافة والإعلام وقالت إن محمد سامي قلل ليها مشاهدها، وإن مش ده اللي كانت متفقة عليه، وصورته. بس محمد ما سكتش ورد وقال إنها غيرانة من مي، وهو طلب لأكتر من مرة إنهم يغيروها لأنها ما عندهاش لبقة في الكلام. وعلى الرغم من إن ياسمين اتعرض عليها مسلسل جراند أوتيل في نفس السنة، إلا إنها اختارت تكون مع محمد رمضان، بس كل ده ما كانش في محله، لأن اللي حصل إنها ما صورتش اللي كانت متفقة عليه. الخناقة الثالثة كانت من نصيب نجلاء بدر، وحصلت تحديدا في مسلسل نسر الأغراب اللي كان من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر بجانب أحمد داش. في الحقيقة إن المسلسل ده وقت عرضه عمل حالة كبيرة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا، وده بسبب الفلوس الكتير اللي اتصرفت في التحضيرات ليه. أولا بسبب المكياج المبالغ فيه، لدرجة إن البعض تبنى وجهة نظر غريبة، وهي إن الممثلات كانوا بيجبروا إنهم يحطوا مكياج بطريقة مش لطيفة بس عشان مي عمر تكون أجمل منهم، ده غير طريقة المكياج المبالغ فيها بالنسبة لواحدة صعيدية. المهم إن المسلسل ده كان شاهد على خناقة نجلاء بدر مع مي عمر ومحمد سامي أثناء تصوير وتحضير مسلسل نسر الأغراب، وساعتها مي اتضايقت وراحت لمحمد سامي اللي كان مخرج العمل ومؤلفه كمان، وقالت ليه إنها اتخانقت معاه وإنها المفروض تمشي من العمل. وفعلا محمد كان هيعمل كده، ولكن نجلاء تمسكت بمكانتها واستعانت بالسقا وحكت ليه كل كواليس اللي حصل، فقرر يرجعها للمسلسل. وفعلا نجلاء كملت المسلسل، بس فضل الخلاف قايم بينهم لحد ما شفنا مي ونجلاء في برنامج رامز جاب من الآخر وهما بيتصالحوا على بعض. وفعلا كان واضح إن النفوس ما كانتش صافية خالص، وإن فعلا حصل بينهم خلاف كبير جدا. وبعد ما حكيت لكم عن أبرز خناقات محمد سامي لأجل عيون مي عمر، يا ترى إيه أكتر خناقة استغربتوا لما عرفتوا تفاصيلها؟ كنت معاكم أروى سامح من كنز كلوب. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وفولو سبسكرايب وتكتبوا رأيكم في الكومنتس تحت.